عادل هذه المرة مع عائلة الظهير الذي يقدم مستويات عالية أشرف حكيمي. السلام عليكم. اش اخباركم؟ مع العائلة ديال أشرف، ماما وخوه. نبداو بالوالدة ولا بك؟ كما بغيتي كما بغيتي بحال نبداو بالحاجة هي الأولانية. حاجة أكيد أنا شفنا الماتش الأولاني، أشرف كان قدم مباراة كبيرة كيف ما العادة ديالو. كيفاش كتعيشوا هاد الأجواء ديال المونديال هنا في الدوحة الحاجة؟ زوينه مزيان بزاف، فرحانين والدراري تما فرحانين، باغيين ان شاء الله نفرحوا الجمهور العالم، وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون الخير. راكم مشيتوا عندهم، زرتوهم في اللوطيل فين هما، كيفاش عشتوا معاهم هذيك اللحظات؟ كيف قهوه شفنا تقصح شويه مزيان الحمد لله؟ لا زوين شويه مزيان دابا شويه الحمد لله. اكيد انت التوأم ديال اشرف هو هذا، ها هو التوأم ديال اشرف. كيف شفتي الماتش الاولاني؟ الماتش ما كان سهل، الماتش ديال بلجيكا ما غاديش يكون سهل، ولكن ليسونسيال وان شاء الله باذن الله نمشيو للدوزيام تور. وراه كرواتيا ماشي شي منتخب زعما تقول صغيره، راه عندها لاعبين بزاف، لاعبين في اوروبا والحمد لله راه واحد التعادل مزيان اللي خرجنا مع كرواتيا. وبالنسبه على بلجيكا غيكون بنفس الطريقه اللي كانت مع كرواتيا، ونطلبوا ما يكون ان شاء الله الرباح والله يربحوا وينجحوا ويوفقونا ويفرحونا. الله اكيد. انا الحاجه واحد الكلمه المغاربه، واحد الدعوه مع اللعابه ديال ليكيب ناسيونال. الله ينصرهم، الله يوفقهم، الله يجيبوا لنا الكاس العالم ان شاء الله. كاس العالم كامل، علاش لا؟ الحلم يسع المتمنيات ديال المغاربه كاملين، علاش لا؟ نحلموا ونتمنوا التوفيق اكيد. الجمهور ان شاء الله نتمنوا الخير للفريق الوطني في مباراه ديال بلجيكا. هذه العائله ديال اشرف حكيمي اللي متاصله ومرتبطه بالجذور ديالها المغربيه وتفتخر بجذورها المغربيه. الرحله مازال متواصله مع مجموعه من عائلات ديال لاعبي الفريق الوطني هنا في الدوحه. من أجل مواجهة المنتخب البلجيكي يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم الاستعدادات. نعم، الاستعداد لمواجهة لن تكون بالسهلة أمام الشياطين الحمر. موعد تعلم كتيبة وليد الركراكي بأنه يختلف عن موعد كرواتيا، مواجهة تحضر لها أسود الأطلس بتركيز كبير. لقاء سيشهد غياب نصير مزراوي الذي أكدت الفحوصات الطبية بأنه يحتاج لفترة إضافية من أجل الراحة، حيث يعاني من إصابة على مستوى عضلات البطن. العناصر الوطنية تتسلح في مواجهة بلجيكا بخبرة بعض العناصر ورشاقة الشباب. زياش إلى جانب حكيمي، ودفاع يقوده سايس إلى جانب حراسة المرمى التي هي في أمان مع بونو. موعد الأحد أيضا سيكون موعد الجماهير المغربية التي تشجع وتساند النخبة الوطنية داخل الملعب في قطر وخارج الملعب بمختلف المدن العالمية. فكلنا أسود حتى نغني معا: جابوها جابوها، أولاد المغرب جابوها.